السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ برنامج الذكاء الاصطناعي المايكروسوفت اطلقته على محرك البحث بتاعها، وحرفيا اقدر اقول لك بكل امتياز هو اقوى برنامج ذكاء اصطناعي استخدمته في حياتي لحد النهارده. البرنامج ده حرفيا بيعمل كل حاجه. عايز تساله اسئله زي مثلا يعمل لك خطه تسويق كامله هيعمل لك، عايز تخليه يرسم لك صور هيرسم لك، عايز تكلمه هيرد عليك. البرنامج ده حرفيا بيطلع نور. برنامج كوبايلوت بتاع مايكروسوفت حرفيا لو انت قدرت تستخدمه وتطلع منه اقوى استفاده ممكنه هيزود ارباحك بنسبه 500 و600% وباقل مجهود ممكن. ده اللي احنا هنبدا نتكلم عنه النهارده عشان نقدر نكتشف مميزاته وكل امكانياته عشان نطلع منه احسن استفاده ممكنه. فيلا من غير كلام كتير قبل الانترو تبدا انزل روق عليها بلايك واشتراك جميل في القناه وهات كوبايه شاي بتاعتك علشان تروق وتعالى لي عشان ده الفيديو. بص يا سيدي، هتخش هنا على مايكروسوفت ايدج بتاعك، وده كده كده مفيش جهاز كمبيوتر عليه ويندوز غير لما موجود عليه. هتلاقيه من تحت هنا كده، او حتى لو مش لاقيه تعالى على هنا على علامه الستارت وسيرش عليه مايكروسوفت ايدج، هتلاقيه طالع لك على طول. تمام، هنيجي هنا علامة الوش اللي فوق دي نضغط عليها علشان نبدأ نعمل لوجن. انت هتخش هنا عادي بالايميل والباسورد بتاعك بتوع جوجل عادي مفيش مشكلة، هتلاقيه دخلك وهتلاقيه جايب لك هنا عدد بوينتس. البوينتس دي انت هتستخدمها علشان تكريت بيها صور زي ما احنا هنشوفه قدام على مايكروسوفت ايدج، وبيطلع لك عليه كل يوم على كوبايلوت، سوري معلش. تمام، وبعد كده هنيجي هنا على العلامة اللي في الجنب اللي نضغط عليها علشان نطلع كوبايلوت بتاع مايكروسوفت. هتلاقي اول حاجة متقسم لك لحاجة هنا اسمها بالانسد وكرييتيف وبريسايز. ايه الفرق بين التلاتة وده اصلا ايه؟ ده اول حاجه الواجهه اللي قدامك دي الواجهه اللي بتبدا تسال كوبايلوت عليها اسئله ويرد عليك زي ما كنا شايفين قبل كده في شات جي بي تي. تخش يسال السؤال اللي انت عايزه ويبدا يرد عليك. طب ليه هنا متقسمه بالشكل ده؟ كوبايلوت ادفانسد شويه او متطور شويه، في حاجات اكتر وقدرات اعلى ومتخصص ليك في المجال اللي انت عايزه. بمعنى ايه؟ هتلاقيه متقسمها لك هنا بريسايز، يعني محدد جدا، يعني على قد السؤال اللي انت هتديهوله هيرد عليه بالظبط، مش هيجود حاجه من عنده. تمام، طب تعالى نخش على الكرييتيف علشان تفهم بالناحيه التانية معناها ايه. الكرييتيف هو ابداعي، حاجه مبدعه جدا، تلاقيه بيجود وبيزود حاجات وتحابيش واضافات كده، بيحط التاتش بتاعه من الاخر على الحاجه اللي انت بتساله عليها. طب وانا لما اجي استخدم كل واحد فيهم استخدم ده في ايه واستخدم ده في ايه؟ يعني وليكن انت هتخش تقول له اكتب لي قصيده مش عارف عن الشعر الجاهلي، فاكيد مش هنخش نقول له اكتب لي قصيده وهنستخدم حته ان هو يبقى محدد جدا. انت عايزه في الحاله دي يبقى ايه؟ يبقى مبدع اكيد. طب لو عايز اخش اساله على امتحان عندي مثلا وليكن في ماده الماث او في حاجه رياضيه، فلازم استخدم طبعا طالما ارقام هستخدم بريسايز. طب لو انت تساله على حاجه جنرال عامه مش محتاج فيها ولا انه يكون مبدع ولا انه يكون محدد، هتستخدم بقى بالانس، حاجه كده متوازنه ما بين الاثنين، مش مايل لده ولا مايل لده. طيب عايزين بقى يا سيدي نخش في الشغل العملي، مش نقعد نرغي على الفاضي وخلاص. هنيجي هنا مثلا وهبدا اساله حاجات ليها علاقه بينا وليكن بالتسويق. انا عايز اعمل اعلان عن ساعه سمارت مثلا وعايزه يكتب لي النص اللي انا هحطه فوق الاعلان. خليني اقول له من قبل ما يطلع النتائج، اقول لكم يعني قبل ما يطلع النتائج ان النتائج بتاعته ممكن ما تكونش هناخدها كوبي بيست، بس هنعرف نطلع منها افكار كويسه جدا وهتبقى مهمه جدا لينا. فمثلا قلت له اكتب لي نص تسويق جذاب هقدر انشره في اعلان في الفيسبوك عن مثلا مبيعاتي عشان يزود مبيعاتي في الساعات الذكيه. هنشوف هيكتب لنا ايه دلوقتي وطلع لنا بالنتيجه دي. انا عايزك بعد اذنك توقف الفيديو ثواني وتقرا اللي مكتوب، لان انا اقسم بالله انا انبهرت باللي هو كاتبه. هو مطبق بالحرف الطريقه والترتيب المظبوط لكتابه المحتوى التسويقي علشان تقدر تجذب العميل بتاعك عشان يشتري. لو انت ما كنتش شفت كان في فيديو انا كنت شارحه، مش لازم تروح تشوفه، عايز تشوفه شوف، هسيب لك برضه اللينك تحت في صندوق الوصف. هيشرح لك ازاي تكتب النص التسويقي عشان تجذب العميل بتاعك علشان يشتري المنتج اللي انت بتبيعه او حتى ان هو يركز مع الاعلان بتاعك. فتقسيمته بتبقى اول حاجه في حاجه اسمها هوك، وهو هنا كاتب هوك قوي جدا جدا جدا، وبعد كده حاطط البادي بيوصف فيه امكانيات الساعه، وبعد كده عامل عرض، وفي الاخر خالص عامل حاجه اسمها كول تو اكشن، او انت بتزق العميل بتاعك علشان يبدا ياخد خطوه او اجراء ان هو يخش ويسالك وليكن مثلا على السعر. هو عامل الموضوع بالترتيب منظم جدا ومنسق جدا، انا مش متخيله اصلا هيطلع بالمنظر ده، فهو طلع احسن اصلا مما انا اتخيل. خليني اخش كده مثلا واساله سؤال تاني بس ادفانسد شويه، زي ما يكون افضل استراتيجيات لتحسين معدل المبيعات وازاي انا اقيس فعاليه الاستراتيجي. كمان كوبايلوت طلع لنا 6 استراتيجيات هم من الاستراتيجيات الاساسيه علشان تزود مبيعاتك. انا هستأذنك برضو لو توقف الفيديو وتقراهم، لان اقسم بالله ده هيفرق معاك جدا والله.
مش هتلاقي الموضوع ده بيتقال في اي حته. انا مش هقدر اشرحه لان هو هيبقى محتاج رغي شويه، بس انت لو قريته هتلاقي كل حاجه عامل لك معاها مسائل، فانت هتبقى فاهم وانت بتقرا. ولو في حاجه انت مش فاهمها خدها كوبي وحطها له هنا بيست، وقول له جنبيها اشرحها لي اكتر، هيطلعها لك. وانا متاكد ان انت لو شغال في مجال البيع ده هيفرق معاك جدا. خلينا بقى نخش نجرب حاجه مثلا مختلفه شويه، وليكن في مجال الحلول بقى والرياضيات والجو ده. خلينا مثلا نحط له مساله كده متطوره شويه ادفانسد، ونقول له عايزين حلها. بص هو ما خدش جزء من الثانيه، انا الصراحه مش عارف حل المساله ما حلتهاش يعني، بس هو الراجل مش هيكدب علينا يعني، هو اكيد الناتج اللي طلعه صح. عايزين تتراجعوا وتكتبوا لي في الكومنتات الناتج صح ولا غلط، تمام ما عنديش مشكله، بس انا بثق في كلامه يعني. دي كده كانت امثله من الاسئله اللي انت ممكن تسالها له في صيغه كتابيه. طب خلينا بقى نخش على حته الصور، لان الحته دي فعلا ابهرتني جدا. لما تيجي من هنا هتلاقي في هنا زرار اسمه ديزاينر، اضغط عليه وتبدا تقدر تكتب له الصيغه اللي انت عايزها وبالعربي عادي، وتقول له تخيل لي الصوره دي، هتلاقيه رسمها لك عادي جدا. وعايز اقول لك برده ان كوبايلوت ليه ابلكيشن تقدر تنزله من بلاي ستور او ابل ستور، تقدر تستخدمه من على الموبايل عشان الموضوع يبقى بالنسبه لك موجود في ايدك على طول يعني، تمام. وبرده فيه نفس المميزات والامكانيات. وحاجه تانية برده عشان ما انساش، هسيب لك تحت في صندوق الوصف مقاله مهمه جدا هتعرفك مواقع بقى كتير جدا في كل المجالات، تقدر تخش تبص عليها. انا عارف انك هتستفاد منها جدا، لان لحد ما كوبايلوت هو زي يعتبر زي شات، بس مش موقع ذكاء صناعي في مجالات كتير. لما تخش على المقالة دي هتعرف مواقع كتير في مختلف المجالات، اكيد هتلاقي المجال اللي انت شغال فيه موجود في واحد منهم وهتستفاد منه جدا. خلينا نكمل بقى، نخش مثلا نسأله سؤال يرسم لنا صورة معينة. انا عايزه مثلا يرسم لنا صورة مثلا عن مصر في 2100، والصورة مثلا يظهر فيها شكل الأهرامات وشكل النيل، ونشوف هيطلع لنا شكل عامل ازاي. هو قال لي سأحاول إنشاء ذلك، وبيحاول دلوقتي يطلع الصورة اهو بالشكل ده، وطلع لنا الصور اللي فيها الأهرامات والنيل اهي. خلينا نشوف شكلها، نجيب كده شوية. بص انا شايف ان الصراحه شكلها حلو جدا. انا مش راجل بتاع جرافيك، بس انا منبهر الصراحه بالنتيجه يعني. لو مصر كده يا جدعان يعني، انا مش عارف يا رب نعيش ل 2100 لو هي بالمنظر ده، عايزين نجرب يعني. فالموضوع شكله حلو قوي. في هنا انك ممكن تعمل لايك او ديسلايك. انا مش عارف مثلا لو عملنا ديسلايك مثلا لو هي مش عجبانا يعني، هيطلع لنا ايه. مثلا ممكن نقول له inaccurate مثلا، ان هي مش واضحه قوي. هل هيغيرها؟ مش عارف. طب احنا مثلا لو طلبنا منه نقول له عايزين تحسين بتفاصيل اكتر مثلا، ونظهر ابو الهول، هل هيطلع حاجه زي كده؟ فانا كتبت له هنا هو عايز فعلا تفاصيل اكتر، وتطلع لي ابو الهول. قال لي هحاول اطلع لك ده. وكريت لي الصور دي، خلينا نشوفها كده. يعني هو الى حد ما قلبها صحراء وصور مصفرة كده يعني، او حاجه فضائيه شويه. بس هو تخيل يعني، انا بيتهيألي انك ممكن تستخدم حاجات زي كده، بس هتبقى ممكن تحتاج تعدل فيها. بس انا ككواليتي صوره انا حاسس انها عجباني يعني. انا مش راجل بتاع جرافيك برضو، بس الحاجه عجباني، لانك ممكن تعملها داونلود من يعني عادي. هتداونلود الصوره، والصوره تنزل عندك على الجهاز، وتستخدمها في ايا كان المجال اللي انت هتستخدمه فيه يعني. اخر حاجه كنت عايز اشاركها معاكم، هو لو انت مثلا عايز هو يعمل لك حاجه مجمعها لك من كذا ويب سايت عشان يوفر عليك الوقت. زي مثلا وليكن انت عايز تسافر، وعايزه يدور لك على افضل وارخص تذاكر طيران للمكان اللي انت مسافره. وليكن مثلا انت مسافر للامارات مثلا، فعايزين نقول له مثلا ايه، عايزين ارخص تذاكر الطيران من القاهره مثلا لايه لدبي او الامارات في شهر مثلا مايو. هنشوف هيطلع لنا ايه. بص هو طلع لنا هنا فعلا اهو ان في تذكره ب 9400، بس مش مطلع حاجات كتير. فانا عرفت هو ليه مش عامل كده، اللي احنا لسه واقفين في الحته بتاعه الديزاينر، فدي مش وظيفته اصلا. خلينا نرجع للكوبايلوت تاني اللي احنا نسينا ان احنا كنا فيها اصلا، ونحط له نفس السؤال ونشوف، لان انا متاكد ان هو هيطلع نتائج اكتر من كده، مش مجرد نتيجه واحده وخلاص. وفعلا طلع لنا زي ما انا كنت متوقع اهو، اكتر من نتيجه باكتر من سعر، وكمان حاطط لك الموقع اللي انت المفروض تخش عليه. يعني دي خطوط ايه، ودي خطوط الامارات، ودي خطوط مش عارف الموريشي، وخطوط الجويه المصريه. طلع لك كل حاجه بسعرها، بالطياره اللي انت هتطير عليها كمان، بالساعه كام للساعه كام. فبص الموضوع الصراحه مكيف، الموضوع جامد. فاللي انت محتاجه ايا كان خش اعمله هنا، هيوفر عليك وقت ومجهود كتير جدا ايا كان المجال اللي انت بتسيرش فيه. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش هسيب لك تحت صندوق الوصف مقاله مهمه جدا عن اقوى مواقع الذكاء الاصطناعي في كل المجالات. اكيد هتلاقي منهم موقع هتستفاد ويفرق معاك جدا في مجالك. لو عندك اي اسئله انزل اكتبها تحت في الكومنتات، انا بقراهم كلهم. او ممكن تخش كلمه وصفتي على الفيسبوك، سيب لك اللينك تحت في صندوق الوصف وفي اول كومنت. ولو عايز اي شغل علاقه بالسوشيال ميديا والجرافيك ديزاين او حتى التصوير، هسيب لك رقم الواتساب بتاعي في صفحه الفيسبوك. يا رب تكونوا استفدتوا في الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين ان احنا دايما في خدمتكم.